ضمن نشاطات الاتحاد المركزي للبارا تايكوندو، أقيمت بطولة العراق للمتقدمين في محافظة كربلاء لاختيار لاعبي المنتخب الوطني، حيث شارك في البطولة 20 نادي و60 لاعبا للمنافسة على المراكز الأولى وبمختلف الأوزان. الاتحاد تأسس 2004 نهاية 2014 ولحد الآن بدون دعم مالي من الأولمبية، كله تمويل ذاتي من أعضاء الاتحاد، ونقيم بطولات ودورات تدريبية وتحكيمية. قمنا في شمال العراق، في وسط وفي جنوب العراق عدة دورات تدريبية تحكيمية، رغم هاي المصاعب اللي نمر بها، بس في سبيل إنشاء رياضة حقيقية ونطلع بنتائج حقيقية. قلة المشاركات هي من أولا تجي مسألة الدعم المادي، هاي واحد. الدعم المادي يبدأ أولا من تبدأ العائلة الأولى، هي تبدأ اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب، بعض الأندية اللي هم من ضمن مراكز الشباب. المشاركة كانت مشاركة جدا فعلية، ويعني المشاركين كلهم متقدمين وأصحاب أحزمة سوداء، ويعني تفاعل واضح من قبل الأندية واهتمام رائع من قبل الاتحاد العراقي المركزي، وتقريبا كل أندية العراق شاركت في هذه البطولة على مختلف المحافظات. القائمون على البطولة أكدوا على الرغم من ضعف الدعم المقدم من الاتحاد واللجنة الأولمبية، إلا أننا كنا مصرين على إقامة هذه المنافسة لإظهار الطاقات واختيار تشكيلة المنتخب الوطني. الفنون القتالية يكون الأول والثاني اختياره، النتائج هم يحسمون الوضع، مو كاختيار مثل كرة القدم والباقي الألعاب. وأكيد بالخبراء اللي موجودين داخل القاعة يصير اختيار بالنسبة لظلمهم التحكيم أو القرعة، نسحبهم على المنتخب الوطني. فزت 3 نزالات في البطولة، وتأتي النزال النهائي، وأطمح تحقيق المركز الأول إن شاء الله، والوصول إلى المنتخب الوطني، وذلك من أجل الإستحقاقات الخارجية، وهي بطولة آسيا في كوريا، وبطولة عربية للألعاب القتالية في الأردن إن شاء الله. ضعف الإمكانات لم يكن عائقا للوقوف أمام المشاركين في البطولة، حيث أثبت المتنافسون جدارتهم من خلال تأهل العديد منهم إلى صفوف المنتخب العراقي. وبحسب مختصين إن هذه الخامات سوف تحصل على مراكز متقدمة في البطولات القادمة. NRT عربية، حيدر هادي، كربلاء.